السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض فطار كده سريع، ينفع فطار وينفع عشاء، يعني الاتنين مش تمام، يعني شغالين. آه اللي بيحب بقى الاكل اللي هو زي الاكل الحش اسمه ايه، الحرش، ايوه. يعمل الاكل دي وتنفع غدا برضو. آه بس ناقصها بس بتنجان مخلي. انا صراحة ما كانش عندي. المهم يعني هقول لكم الاكل ايه الاول. انا هنا دي طمايه، يعني 3 فصوص توم كده نفرمهم وعليهم معلقه زبده، والناحيه التانية معلقه سمنه وحطيت عليها طماطم. يا دوبك بس الطماطم تدبل كده شويه، انا هنزل عليها فلفل اصفر واحمر والفلفل الاخضر. الاخضر دوت الفلفل اللي هو الاسكندراني الطويل ده، وفي حامي يعني زي ما انت عايزاه بقى حامي، عايزاه فلفل رومي عادي اللي هو مش حراق يعني، او فلفل رومي زي ما انت عايزه. يا دوبك انا الحاجات دي بس تدبل كده معايا. وعلى التومه هحطي طماطميتين كده وقرن فلفل حامي. ادي قرن الفلفل الحامي على التومه، واحط الطماطم. اسيبها بقى دي مع نفسها كده تتسبك. احط عليها شويه كمون، وهنا وعلى الفلفل الالوان هحط فلفل اسود. يبقى هنا كمون وملح، والناحيه التانية فلفل اسود وملح بس. واسيبها بقى دي مع نفسها ايه كده تتسبك مع نفسها. اما على الفلفل الالوان حطيت حبه فلفل اسود بس، وملح طبعا. معلش انا بعتذر على الاضاءه. وورا كده في الطاسه من ورا كده انا بحمر بطاطس محمره. البطاطس بقى المحمره انتوا عارفينها يعني، اللي انا بحبها اللي هي بحط عليها كركم وملح وخل ديت. فعشان يعني قمتي في السريع كده عايزين نفطر، فصراحه ربنا يعني ما سبتهاش ما عملتهاش ام كركم وخل وملح، لان دي عايزه تقعد لها بتاع حوالي يعني ساعه ونص ساعتين كده، ايه، منقوعه البطاطس في الكركم عشان تبقى مقرمشه معاكي كده وشاربه من الملح والكركم كده والخل. فدي طبعا قمت الصبح على السريع كده قطعت كام بطاطايه وايه، وخلاص بحمره. على الفلفل الالوان بقى جبت 4 بيضات حسب برضو يعني اسرتك، او انت هتاكلي قد ايه. انا جبت 4 بيضات بلدي، هحطهم على الفلفل الالوان، على الطاسه اللي فيها الفلفل الالوان. وهنا الفول، اللي هو التسبيكه بتاعه الفول، طماطم بتتسبك والفلفل والثوم كده مع نفسهم طالعين بقى ريحه ايه جميله. الاكل ده والله يعني من الحاجات اللي انا بحبها قوي. عادي بقى فطار بقى غدا عشاء، هو ماشي التلاتة بصراحه. بس احنا عشان قمنا يعني بدري شويه فقلنا ايه، نفطر بقى فطار حلو. ادي بص التسبيكه بتاعت الفول، الطماطم عماله استنى لما تتهري خالص كده، وبعد كده بحط عليها الفول. هنا بقى خلاص الفلفل ما برضو ما بهرهوش قوي يعني، بحس يعني سيبي فيه قرشه كده. الطماطم هي بس اللي ايه بتتسبك قوي يعني. انا مش عايزه اقلب بقى كله على بعضه كده، عشان انا انزله ايه يعني حته واحده زي الاومليت كده. فعايزه انزلها ايه تبقى يعني بدوران الطاسه زي ما هي في الطبق، تدي شكل حلو ومنظر حلو. في بقى اللي هما زي اسمه البيض زي التراكوة كده او البيض التركي. ده بيبقى طرنشات طماطم، وتحطيها زي ما هي كده وتحمريها الطماطمية في سمنة يمين وشمال، وبعد كده تحط عليها البيض. مش عارفة انا ما حبيتهاش قوي دي، انا حبيت الطريقة دي اكتر. ده بقى يعني يعتبر زي شكشوكة كده، بس ايه يعني مدلعاها شوية. يعني الشكشوكة ايه، بنحط بصلاية وبصلاية وفصين توم. بنحط طماطم بس، وساعات فلفل مثلا لو فلفل حراق كده. ما بحطش فلفل الوان، ما بيبقاش الطماطم يعني صحيحة كده، ولا انواع الفلفل صاحية كده، لا. فدي حاجة ودي حاجة. بص بقى كده في الطبق تبقى حتة واحدة كده. بس والله يعني يفتح النفس كده بصراحة. ادي المنظر والشكل والريحة جميلة.
انا حطيت فلفل اسود وحطيت ملح، فطبعا مش هحط حاجة تاني. هنا بقى على الفول ده حطيت عليه اللهم صل على النبي، الطماطم اتسبكت مع الفلفل مع الثوم، ورحت حطيت الفول ده بقى يعني ده يعني بنحبه اكتر فول بنحبه، مش زي يعني زيت الحار والطحينه والحاجات دي، لا. ده اكتر فول، حتى في السحور كنت اخاف اعمله لا يعطشهم، بس بصراحه ربنا يعني بتبقى بنحبه. يعني ده اكتر حاجه احنا بنحبها في الفول، في انواع الفول عامه. انا الفول ده انا مشتريه من الشارع، هدمس معاكم فول برضو، عشان بصراحه ربنا فول الشارع ما بيعجبش ولادي خالص، بالرغم يعني انا بشتري من حته حلو. ادي حمرت البطاطس، وادي خيار كان ناقصها بتنجان، وادي فول، الفول بالطماطم، وادي البيض. طعمه بقى وريحته جميلة. يا رب بس الفطار اللي انا عملته ده يعجبكم، فطار بقى غدا عشاء، خديه زي ما تاخديه. هو في التلاتة حلوين بصراحة. ومتشكرة لكم أوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.